هعمل ايه النهارده؟ اعمل ايه؟ أوف، اعمل ايه؟ اتكلم عن ايه؟ انا عملت دي ودي برضو. يوه، واحد مش لاقي فكرة عادلة يعملها. فكر. ايه. اوف. ايوه، لقيتها. يس. انا هجيب الموبايل واعمل جروب على الواتس واخلي الناس تخش فيه ويقول افكار جديدة. يلا بينا. تمام، يلا مستني افكاركم. جت رسالة. ايوه، حلوة الفكرة دي، يلا بينا ننفذها. من زمان واحنا بنسمع عن غسيل الأموال. بس ايه هو غسيل الأموال؟ ويعني ايه أصلا غسيل أموال؟ كلمة بنسمعها من زمان وما نعرفش معناها ولا بيعملوها ازاي ولا أي حاجة عنها. فالنهاردة قررت أكشف لكم ايه غسيل الأموال ده، وأوريكم الطريقة ازاي تغسلوا بيها فلوسكم، بس بطريقة شرعية، ها؟ عشان ما يتقبضش علينا، احنا غلاب. مفيش البلد، مفيش كاميرات هنا، الحمد لله مش متراقبين. غسيل أموال، بس غسيل أموال بطريقة مش التانية بتاعتهم، ها. وكمان برضو في الفترة الأخيرة ديت شفنا ناس كتير أوي من بتوع التيك توك اتقبض عليهم. اتقبض عليهم ليه؟ معظمهم يقول لك كان بيغسل أموال. يعني كده غسيل الأموال دوت حاجة تغني الواحد، بتخليه فوق خالص. يعني دي حاجة جامدة، احنا ازاي ما نعرفهاش من زمان؟ هوب، منتج هنا ايه الكلام اللي انا بقوله دوت؟ لا يا جماعة، الكلام ده غلط، محدش يسمع كلامي. جاهز تعرف السر؟ ما تخلص يا عم، متجيش فيها سر التحنيط. يلا بينا نكشفه مع بعض. جايب لكم النهارده اصغر خبير غسيل اموال في مصر، تعالوا نشوف. وكان على غسيل الأموال أغسل. يا غسيل، كل ما أقول أما أغسل أموال ما أغسل. شفتوا يا جماعه؟ ادي اول خطوه في غسيل الاموال. هتجيب معاك كوز ميه وجردل او اي حاجه وتحط وتدعك. تعالوا نكمل. واه اما تعمل ياد يا مضروب ياد يا عاد. اسكت يا حاج بدر، أنا موضوع كبير قوي. كبير كيف يا ابني؟ وايه اللي انت عامله في الفلوس ده يا ابني؟ كل الناس أما تغسل أموال أما تبقى غني. ايوه نغسل، ما نغسلش ليه؟ يمكن يبقى غنيه. انت بعد الحلقه كمان جيب جردل ميه وبرميل وافضل ايه اغسل بقى انت كمان، يمكن تبقى من الاغنياء يا عم، جرب. أنت قلت أغسل. والله العظيم صح ياد يا عبيط. مش الغسيل ده، غسيل اموال ماشي بس مش الغسيل ده يا ابني يا حبيبي. اسكت يا حاج بدر، أنت ما تعرفش حاجة، هتعرف أكتر لا مني. تعرف اكتر منه، ده خبير، ده خبير غسيل اموال، اصغر خبير في مصر. يا ابني افهم الكلام الاول. غسيل اموال يعني تدي فلوسك للناس تشغلها لك في بنك في اي مشروع، مش تخصم له في الطشت. ما كان كله غسل يا حبيبي. على التلاجة قوم تمشي. على التلاجة قوم تمشي. والله الراجل ده ما فاهم حاجه، الله عليك يا ابني. اللي هتدي الراجل يشغلها لك، شغل ايه؟ وده غسيل اموال؟ تجننا يا جدعان. انت صح يا ابني، كمل مشي من هنا. شيء. يلا يا حاج بدر، روح يا أخو أنت تعطل الحال. يا حاج باز، يا حاج ريو، ازي حالك؟ عامل ايه؟ والله تمام. ايه كنت فين كده؟ يا راجل انا شفت حالي الوقت، انا استغربت جو. عارف البيت عليه؟ بس خلاص. م? خلاص تتكتر معايا. انت هتكتر معايا. لا شكله معروف انه غبي، محدش مش عاوز يكلمه خالص. لا، ما هو واضح اللي هو اللي غبي فعلا. انت تغني، انت بتتكلم معايا. كنت عايز اقول لك على حاجه. جوه. البيت عالي. خلاص. روح انت، روح بص شوف لك مكان نقعد فيه، ما تجيش هنا تاني، محدش خالص طيب. يا غسيل يا غسيل. انت هتزودنا ليه بقى؟ مفيش حاجة يا ابني، في حاجة ولا ايه؟ والله رايق، والله رايق الواد ده والله. شغال غسيل من الصبح، شكله والله على اخر يوم هيبقى اغنى واحد في مصر.
يلا. ايه اللي بتعمله ده يا مضروب؟ ايه اللي واد؟ يا خبير ده انت عبيط ولا ايه؟ مضروب اما اغسل غسيل اموال. غسيل اموال؟ غسيل اموال اهو، شفتوا؟ دي الطريقة. بس يا حماده. يا ابني انت اتعفرت في عجلك. يا ابني مش ده غسيل الاموال يا ابني. اسكت، انت هتعمل زي الحاج بجلاء. قال لك ايه الحاج بيزر؟ قال ده ما ينفعش. ما هو ما ينفعش ده هو حاج عارف قد يا ابني. هات له رابسه يا ابني. وحد عارف اكتر منه يا جدعان؟ انت هتجننوا ليه؟ هو اللي عارف كل حاجة، محدش عارف حاجة. ده الخبير ده. هات له رابسه تغسله كده على الفاضي. مش ايوه كده تجيب لي رفسه، ما انت هتجنني ولا ايه؟ هو ده الغسيل الصح. هيجيب نتيجه. كيف هتربص؟ هات له رابسه بريل. بقى ايوه كده. حط نغسل انا وانت. جاهز عدة الشغل وكل حاجة جنبه اهو. شوية رفسه وبريل بقى وأم وكده وهيظبط الغسيل النهارده. استنى اطلع لك شويه. استنى. لا بلاش. لا اطلع لك شويه. بلاش. يلا. ايه ده ما ينفعش ده. هيشغل فلوسه كمان معانا اهو. يلا يلا، حد لو عاوز حد عاوز يجيب كمان نغسله معانا بالمرة عشان مش هنفضل نغلب الادوار. انت فاتح مغسله يالا ولا ايه؟ الغسالة اشتغلت ومش هتقف دلوقتي. ليه؟ لا يا ابني مش كلها فلوس. لا ده ما ده ينفعش. الدور التاني عشان دلوقتي احنا بنغسل الأبيض. استنى الدور الجاي. ماشي يا خالتي. ليه؟ كده. عايز ازواتهم بس حطهم. يلا لا كوك. بس بقى اغسل اغسل. طب تعالى بقى اغسل، يلا مالناش دعوة. يعني ما زادوش. اغسل معاه. يعني ما زادوش. ما زادوش. اغسل اللون. شكلك باين عليك فجري وهتفجرني معاك يا حاج. دعاكم الأول الله. ايوه اغسل، اسمع كلام الخبير. اغسل الأول، افضل ادعك كده تلاقيهم يزيدوا، كل ما يدعك هتلاقيه بيزيد. هو ايه بالظبط كل ما يدعك هيزيد؟ جبازه. روح انت تعتل الحالة اصلا. الناس دي غبية. كمل يا ابني، والله انت هتبقى مليونير يا ابني. اخر الاسبوع هتلاقي نفسك مليونير، استنوه بس. هتلاقي بقى معاك طشتين الفلوس قد كده. استنوه بس. والله انتوا الاتنين اقوى من بعض. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. حلقة النهارده كانت من فكرة عمي مصطفى اوجه لك الشكر من منبر ياسا لو انت سامعني. عمي مصطفى دوت هو عضو معانا في الجروب اللي انا كلمتكم عليه في الاول. لو انت عاوز تنضم معانا سيب لك اللينك جروب في الوصف، وقول لي على فكرة الحلقة الجاية، وقول اسمك لو الفكرة عجبتنا هتقول اسمي؟ طب ايه المغري كده يعني؟ انت عايز انت مشهور اوي؟ وهنعملها الحلقة الجاية. أعلن من موقعي هذا إن إحنا عملنا مسابقة جديدة، وهي مسابقة هي عبارة إن أنا أقول سؤال في كل آخر حلقة، واللي يعرف يجاوب على السؤال دوت هقول اسمه في الحلقة الجاية ونعرف مين الفايز. تقولوا لي إجاباتكم في التعليقات ومستني الإجابة الصح. هو بيعمل كده ليه؟ شارب ساروكس يد ولا ايه؟ سؤال النهاردة، أنا قلت كلمة خبير كم مرة؟ لو عارف الإجابة اكتب لي في الكومنتات. ما بنقلدش حد إحنا. صح، كنت هنسى. كده ما عرفناش بقى اللي انت بتقلد مدفع رمضان يعني. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لا بس بصراحة انت عجبتني. هعمل لك اشتراك يا عم في القناة. يلا شوفوا الشيكو على خير. كان معاك محمد علام والسلام عليكم.